أقسم بجلال الله إنه ظلم، والقصاص يوم أن تنصب الموازين، يوم أن يقوم الضعيف لربه: ربي ظلمني استضعفني. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإذا كان المظلوم لا يستطيع القصاص لضعفه، كانت جريمة العبد أكبر عند الله. إذا كنت تستضعف المرأة، تستضعف الصغير، مال اليتيم، العامل، الموظف، أي مسلم تستضعفه فتظلمه لأنك تعتقد أنك قوي، نسيت القوي أيها الضعيف، نسيت القوي. ويل لذاك المسكين الذي أكل أموال اليتامى ظلما، أخذ أموالهم وقال لأنهم أطفال، لأنها العم أو لأنها الخال، فلما كبروا عطنا مالنا، عطنا حلالنا، قال أكلتموه وهو ظالم بنى به بيوتا وتاجر به. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يتزقمون الزقوم والجمر. أقسم بجلال الله إنه ظلم، والقصاص يوم أن تنصب الموازين، يوم أن يقوم الضعيف لربه: ربي ظلمني استضعفني، فيكون القصاص يوم أن تقف عاريا أمام الله رب العالمين. إذا قدم الناس أمام الناس للصلاة عليهم، مسكين وربي من يرحل إلى الآخرة والمظالم في رقبته، تحلل ما دمت حيا وتحلل من دام حي. تراك إذا مت أو مات، إذا مات ولم يحللك، الوعد يوم القيامة، يوم الفضائح، يوم التغابن، يوم أن ينقض الغرماء على حسناتك فتفنى الحسنات التي شابت لحيتك وأنت تجمعها. قبل رأسه، قبل يده، حتى عسى أن يرضى عنك. لذا أيها الأحباب، دعوة إلى أن نتبرأ وأن نتحلل. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا تكون إلا الحسنات. وإذا قال المظلوم حسبي الله عليك، اعلم أنه إعلان محق بركة عمرك. وكما قال الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.